أول خطوة في أي رحلة نجاح هي الأسهل والأصعب في نفس الوقت، ليه؟ لأن دماغنا مصمم يحافظ علينا من غير مخاطر، وده بيخلي مخيلتنا تضخم المجهول قدامنا لدرجة تحسسنا بالخوف والقلق. عشان كده أول خطوة معانا النهاردة إنك تعترف بخوفك وتواجهه. أول خطوة فعلية للتغلب على أي خوف هي إنك ما تغفلش عنه أو تحاول تخبي إحساسك بيه. الإحساس بالخوف مش معناه إنك ضعيف، بالعكس هو دليل على قوتك ووعيك بذاتك. لما تعترف بخوفك بتدي نفسك فرصة تفهمه وتعرفه من جوه، كمان تفهم إيه الأسباب الحقيقية اللي بتخليه يسيطر عليك. الخوف في الأساس مش عدو، هو رسالة طبيعتك بتبعتها لك عشان تحميك من المخاطر، سواء بقى كانت مخاطر حقيقية أو متوقعة. والمشكلة مش في وجوده، المشكلة إن إحنا ساعات بنهمل الرسالة دي، بنسيب الخوف يتحكم في قراراتنا من غير ما نسأل هو فعلا خطر حقيقي ولا مجرد تخيلات. طيب تأمل معايا كده شوية، لما تعترف بخوفك بتفتح الباب قدام وعي أكبر، بتقدر تفرق بين الخوف اللي بيحميك فعلا وبين الخوف اللي بيمنعك من النمو والتقدم. في كتاب Feel the Fear and Do It Anyway سوزان جيفرز بتقول إن الخوف مش معناه الاستسلام ليه، لكن معناه إنك تمشي وتكمل رغم وجوده. تخيل إنك ما مشيتش مع الخوف، لكن انت اللي اتحكمت فيه بدل ما هو يتحكم فيه. لما تعترف بالخوف بتقدر تسميه، تحلله، تتعامل معاه ازاي بشكل عملي. مثلا لو خايف تبدأ في مشروع جديد، اسأل نفسك سؤال: ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ وبعدين فكر في حلول متقدمة. واخيرا افتكر ان كل شخص ناجح مر بالخوف ده، لكن الفرق انهم اعترفوا بيه وما خلوهمش يمنعهم من البداية. عشان كده مش لازم تستحي من خوفك، هو بداية الطريق مش نهايته. تاني حاجة انك تبدا بخطوات صغيره. لما بيكون عندنا خوف او تردد في البدايه، اكبر حاجه ممكن نعملها ان احنا نحاول نقفز قفزه كبيره عشان نوصل بسرعه. بنحاول نغير كل حاجه مره واحده، ده بيولد ضغط نفسي رهيب يخليك تحس بالاحباط بسرعه، وده ممكن يخلي خوفك يقوى بدل ما يضعف. الحكمه هنا اننا نبدا بخطوات صغيره ومدروسه، زي ما بيقولوا في المثل الصيني القديم: رحله الالف ميل تبدا بخطوه واحده. الخطوه الصغيره دي مش مجرد خطوه عشوائيه، لكنها خطوه واعيه بتقربك شويه شويه لهدفك الكبير. هي مش بس بتساعدك تبني ثقه، هي كمان بتخليك تتحكم في مشاعرك أكتر. كل مرة بتحقق خطوة صغيرة بتخليك تشعر بالرضا وإنك عايز تحقق أكتر. فابدأ صغير واستمر. ثالث خطوة هي التحرر من الكمال. كمال حلم جميل عايشت نفسي فيه سنين، لكن الحقيقة إنه طلع أكبر عدو للتقدم. لما بنقعد نقول إن لازم كل حاجة تطلع مثالية زي الصورة اللي إحنا راسمينها، بنوقف نفسنا من البداية وبنأجل خطوات مهمة في رحلتنا. التحرر من الكمال مش معناه ضعف أو إهمال، لكن معناه نسمح لنفسنا نكون بشر، نخطئ، نتعلم ونطور. مش لازم خالص تبدأ بحاجة كبيرة أو معقدة، لازم تدي نفسك فرصة تبدأ حتى لو مش كامل. الإعلام والواقع الاجتماعي بيخلونا نعيش في وهم المثالية، دايما بنشوف حياة الناس بشكل وردي على السوشيال ميديا، وده بيولد إحساس دايما بالنقص. عشان كده مهم نذكر نفسنا إن ورا كل نجاح في العالم قصص فشل وقصص نجاح مش كاملة. ستيف جوبز كان بيقول إن الابتكار بيميز ما بين القائد والتابع. الابتكار دايما بيبدأ بخطوات مش كاملة لكنها حقيقية وواقعية. فعشان كده هقول لكم وهقول لنفسي نصيحة: احنا نحاول نركز على التقدم مش على الكمال. كل خطوة صغيرة بتخلينا أقرب لهدفنا، فخلونا نطبق مبدأ: افعلها وطورها مع الوقت، مش استنى اللحظة المثالية اللي ممكن ما تجيش. مثلا لو عايز تبدأ مشروع أو مهارة جديدة، ما تستناش لما تبقى جاهز 100%، ابدأ باللي معاك وطور مع كل تجربة، لأن الكمال بيربطنا بخيط رفيع من التردد. رابع حاجة، استخدم تقنية التعرض التدريجي. التعرض التدريجي هو أسلوب نفسي مشهور بنستخدمه عشان نساعد نفسنا نتغلب على الخوف تدريجي بدل ما نواجهه دفعة واحدة بشكل مكثف ومخيف. الفكرة ببساطة إنك تتعرض للمصدر اللي بيخوفك بشكل تدريجي بس منظم. تبدأ بحاجات صغيرة سهلة وبعدها تبدأ تصعب شوية بشوية، زي بالظبط ما بنعمل في جسمنا واحنا بنتمرن. نفس الشيء لعقلك ومخاوفك. السر هنا هو الاستمرارية والصبر. مش لازم تحاول تضغط على نفسك جامد أو تخاف لو الموضوع محتاج وقت. نجرب كده نكتب قائمة بالأشياء أو المواقف اللي بتخوفنا ونقسمها لمراحل من السهل للصعب، وابدأ من أول مرحلة بشوية خطوات بسيطة، وكل ما تحس إنك مستعد اتنقل للمرحلة اللي بعدها. رقم 6، إنك تحول خوفك لحاجة إيجابية. بدل ما تخلي خوفك يوقفك، خليه دافع يحركك. just do it just do it، يعني خليك قوي وخطوة بخطوة هتوصل. زي ما قال العالم النفسي ويليام جيمس: الطاقة التي تأتي من الخوف يمكن تحويلها إلى قوة إيجابية عظيمة. لما تخاف ده معناه انك داخل على منطقة جديدة، منطقة نمو. التغيير بيبدأ من الحتة دي، وبدل ما تهرب او تقلل من خوفك، استقبله على انه اشارة انك على وشك تحقيق حاجة مهمة او حلم جديد. الحقيقة ان الشخص اللي بيعرف يستغل خوفه دايما بيكون اقرب للنجاح، لانه ما بيهربش من التحديات، ده بيواجهها بحماس وتركيز. خطوة رقم 7، حاوط نفسك بأشخاص إيجابيين. البيئة اللي حوالينا بتأثر علينا بشكل كبير. لما تكون محاط بأشخاص سلبيين بيزيد عنك إحساس الخوف والقلق، كأنهم بيغذوا مخاوفك بدل ما يخففوها. عشان كده مهم جدا تختار صح صحابك ومحيطك. جيم رون قال إن أنت بتكون
متوسط 5 اشخاص اللي بتقضي معاهم معظم وقتك. لو حطيت نفسك وسط ناس بتساعدك تكبر تلاقي نفسك بتستمد ثقة إيجابية تخليك تواجه نفسك أكتر وتخطي خطوات صغيرة خطوة بخطوة. فكر دايما إن البيئة الصح مش بتقلل خوفك لكنها بتديك فرص جديدة ورؤية أوضح ودعم مستمر. ده سر إنك تمشي لقدام وإنت حاسس بقوة مش بخوف. 8. راجع نجاحاتك مهما كانت صغيرة. مهم جدا إن احنا ندي لنفسنا وقت إن احنا نراجع كل خطوة نجحنا فيها مهما كانت بسيطة أو صغيرة. لما بنركز على نجاحاتنا دي بندي لنفسنا دفعة حماس وطاقة إيجابية بتخلينا نستمر في المشوار من غير ما نحس بالإحباط. زي ما كتاب مايند سيت بيقول إن النجاح مش بيجي من العبقرية أو الموهبة بس لكنه بيجي من المثابرة والاحتفالات الصغيرة اللي بتقربك لهدفك. كل مرة بتراجع فيها إنجاز صغير بتأكد لنفسك إنك ماشي في الطريق الصح. ده في الحقيقة بيقلل من خوفنا من البداية أو الفشل ويخلينا نحس إن احنا نتقدم وإن مجهودنا مش ضايع. خلي بالك دايما إن النجاحات الصغيرة مش بس خطوات على الطريق، ده وقود بيشغلك خطوة بخطوة. كمان وقود بيشعل شغفك ويقوي عزيمتك. رقم 9. اتعلم من الفشل. الفشل مش نهاية الطريق، بالعكس هو بداية التعلم الحقيقي. لما تفشل مش لازم نوقف الدنيا لكن كان لازم نشوفها انها فرصة ذهبية عشان نفهم ايه الغلط ونصحح طريقنا. وزي ما قال توماس اديسون: انا ما فشلتش لكن اكتشفت 10,000 طريقة مش بتشتغل. الكلام ده معناه ان الفشل هو جزء طبيعي من النجاح ومش انت لوحدك اللي بتواجهه. كمان مهم ان احنا نكون صريحين مع نفسنا ونحلل اسباب الفشل بدون لوم مفرط او استسلام، لان الفشل لو اتفهم صح يبقى اداة فعالة لبناء نجاح. في النهاية الفشل مش ضدك، هو معلمك اللي هيخليك تنمو وتنجح لو اتعلمت منه. خطوة بقى رقم 10: اقرا كتب تساعدك وتغذي فكرك. في كتب كتيرة جدا هتساعدك تفهم طبيعة الخوف وتسيطر عليه، زي فيل ذا فير اند دو ات اني واي، كتاب ذا وور اوف ارت، وكتاب ديرنج جنريت. في النهاية خليني اقول لك ان خوف البداية ده الطبيعي لكنه مش نهاية الطريق. كل ما تعترف بيه تتعامل معاه بذكاء وتبدأ بخطوات صغيرة هتلاقي نفسك بتتحرك بثقة وقوة ناحية حلمك. وخطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.